هاي 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 أنا قوشيك لا باش كتقتليني عاد نمشي مع الصناديله لا أصاحبي هذاك الشيء. اوكي ثانك يو سو ماتش على كلامكم الحلو، بس حابه اقول لكم انه التغيير اللي صار لاني انا اسوي ورك اوت 3 مرات في الاسبوع and I worked so hard. اصور لكم. ثاني شيء عدلت اكلي. ثالث شيء تبعت مع الطبيب نفسه عشان يعطيني ادويه عشان ما تصير تجيني نوبات وحقة القولون اللي بسببها كنت انزل وزن وبس. ما ابي اقول لكم شوفوا التان بتشوفوه بالنور. لا Good morning ladies and gentlemen. أفاي دقيقة أنا دوبني صاحي بحط لكم صور أمس. بحط لكم فين أجلس؟ سيمو بغى يجلس. إمتى؟ غنمشي ونجلسو قصدك أننا غنمشي ونجلسو. نيشان غتولي عندنا داسين. غنحرقكم وجدوا راسكم تموتوا. بحط لكم صورة أمس عبال ما يجي خميس. قاعدة ننتظر واحد اسمه خميس. دي زقسة وما هذا القنفذ ديال البحر قلتي؟ أنا في ذا البحر شادة معك أنا يا عقلت. واش قلتي لهم مسألة كل ساعة كل زيد لا 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 كمان ساعة تشيرز. مالك ضربتي يقول لها شكلي وانا ماسكة الخط. أم رابية نسافر كأننا ملكات نرجع كأننا هوملس. تخيلوا انه انا دوبني واصلة لكازابلانكا، يعني طلعت الشقة حطيت البنات ولبست ونازلة الحين للجيم. ليش؟ لانه اذا عجزت اليوم بعجز بكره وبعجز بعد بكره، خلاص فاهمين شلون؟ لازم ما ينقطع، لازم خلاص الاستمرارية والانضباط. واصلا الجيم ابي يعلمني الانضباط، لانه انا صراحة في حياتي عشت متهورة طايشة عديمة مسؤولية. الحين انا عمري 29 سنة، اول ما عرفتوني كان عمري 17 سنة، يعني اكثر من 10 سنين. حابة اغير عادات كثيرة في حياتي، خصوصا لما اجي ادخل على سن 30، يعني السنة الجاية حابة اني اكون انسانة مختلفة تماما عن العشرينات. بس اللي الاحظه انه في كثير مشاهير او ممثلين او whatever كنت اتفرج عليهم لما كنت صغيرة، والحين يقولون اعمارهم اصغر مني او اكبر مني بسنتين. انا كنت اشوفك وانا بزر وانتي كنتي شابة. ليش الناس ما تعترف بسنها؟ ترى السن عادي، اصلا ثلاثينات الوقت هذا هي عشرينات الزمن اللي فات، يعني فهمت كيف؟ يا اخي فيني كسل مو طبيعي، كسلانة عاجزة عن العمل واريد فقط النوم. تدرون اني نمت كثير، يعني بس كذا قاعدة اتفرج انام على طول.
اتوقع انه من الدورة. انا عادة تجيني دورة بألم، اكتئاب. انا ما فيني لا ألم ولا اكتئاب هالمرة، لكن فيني نوم. فحابة اسأل البنات يعني هل هي تسبب لكم عادة كذا ولا فيني شيء ثاني؟ لازم احط بنزين اول. فل لا بحط بنزين بعدين نروح. شوفوا حالتي بعد الجيم كلي مبلولة. وقلت لها شوفي فيني دورة يعني شوي علي. قالت لي اوكي. والله سويت لي تمارين نفسي انقطع خلاص. الحين بطلع اكيد مساعدتي مجهزت لي الاكل لاني انا دقيت على اول ما طلعت من الجيم. خليت تروش على طول واكل وبعدين بنطلع، لاني صراحة ملل وانا مليت من البيت ومليت من جو الكسل هذا. ما بخلي الذنب تسيطر علي، بسيطر انا عليها.